النهارده انا حابب اعزمكم تيجوا تشوفوا بيتي الجديد. قولوا لي رايكم، ويا ترى انا اتضحك عليا في البيت ده ولا خدته بسعر لقطه. اول حاجه، مدخل البيت فيه بسين جميل جدا، ينفع تنزل تاخد غطس وانت داخل، بس طبعا مش بهدومك زي ما انا عملت. يعني لو عايز تاخد غطس ممكن تبقى جاي زياره بالمايو او بحاجه زي كده. بس يا ترى هل حمام السباحه لما يبقى على الشارع كده، هل ده حاجه حلوه ولا حاجه مش حلوه؟ طيب ابقوا قولوا لي رأيكم، إذا كان حمام السباحة على الشارع كده الناس كلها شايفانا، ولا احنا ما عندناش حاجة نخبيها على حد. المهم، اتفضلوا معايا نخش البيت. أول حاجة بحب أعملها أول ما أخش البيت، أقعد أقرأ لي كتاب في روقان. ساعات بفتح الستارة وساعات بقفلها على حسب الشمس عاملة إيه معايا. بس اخد كتابي واقعد على الكرسي بتاعي المريح ده، واقعد اقرا كتاب في روقان. لما الشمس كمان بتبقى داخله بتبقى حاجه تحفه، بيبقى مشجع ان الواحد يقرا. انا حاطط طبعا مكتبي جنب المكتبه، عشان اقعد اشتغل بعيد عن اي دوشه. لو الاولاد او كده بيعملوا دوشه جوه البيت، فانا بقى قاعد مشغل تلفزيوني او على الاخبار، وقاعد بشتغل على المكتب في روقان في كورنر كده في البيت، بتبقى الدنيا رايقه. بس اقعد على اللابتوب اشوف البورصة واشوف الشغل عامل ازاي واتابع الاشغال بتاعتي. بس في نفس الوقت ابقى باصص على الشارع، ابقى برضو جوه الدنيا كده، عشان ساعات الوقت بياخدني وساعات ما بعرفش اخرج بره البيت في اليوم بتاع الشغل، فببقى على الاقل الشباك باصص على الشارع. بس المطبخ بقى في اول البيت برضو كده، عشان يفيد في ان هو يخدم على الليفينج، وكمان في نفس الوقت جنب المكتب بتاعي، عشان لو حبيت القط كوباية قهوة او اشرب حاجة بتبقى حاجة مفيدة. طبعا ساعات بيعمل لي دوشة الموضوع المطبخ اللي جنب المكتب ده. ساعات ببقى قاعد اشتغل وبيبقى فيه قاعدين بيعملوا اكل في البيت، فبتبقى الدنيا بالنسبة لي ساعات دوشة. فانتوا قولوا لي، هل المطبخ جنب المكتب كده ساعات بيعمل لكم ازعاج، ولا الدنيا عاملة ازاي؟ بس وطبعا الليفينج وشها في وش المطبخ، اخد اي سناكس اقعد القطها قدام التلفزيون، وارجع اخد سناكس والقط قدام التلفزيون، وزي ما انتوا شايفين وزني زايد ازاي. بس انت قعدتك المفضلة بقى قدام التلفزيون؟ هل بتمدد قدام التلفزيون، ولا بتقعد قعدة عادية، ولا رجل على رجل، ولا بتحب تسند ظهرك، ولا بتحب تقعد تفكر كده قدام التلفزيون، ولا ايه الاخبار؟ في ناس بتحب تقعد على ظهر الكنبه، بس لما الكنبه بيبقى وراها فاضي كده ما بتبقاش اخر حاجه. وطبعا تشجيعك للماتشات والحاجات اللي زي كده لو انت بتتفرج على فريق معين. انا عن نفسي الريال هو البطل، فانتوا لو انتوا عندكم راي تاني قولوا لي رايكم في التعليقات. بس اقعد اغير القعده بتاعتي لغايه اما الاقي القعده اللي تريحني. وعاده بتبقى ان الواحد ساعات يغير القعده، لو في فيلم طويل ولا حاجه بيغير القعده على كذا مرحله في الفيلم. بس ده الدور الارضي بتاعي. هنا في حمام كمان في اخر الدور، وبره في جنينه ورانيه حاطط فيها حاجات الالعاب للاولاد، زي شезлونجين كده بقعد عليهم اتابع الاولاد لما هما بيلعبوا، ابقى انا قاعد واخد بالي منهم. كمان في ترامبولين جميله جدا بتساعد الولاد ياخدوا نشاط شديد جدا. وفي نفس الوقت في شوايه، نحب ان احنا لو عزمنا حضرتك على الغدا نبقى عاملين باربيكيو كده، ونقعد نشوي الاكل، وتبقى اكله وضحك ويبقى كلام جميل جدا. الاولاد طبعا عندهم خيمه، يحبوا يقضوا كامب كده، بالذات لما الجو يبقى حلو يقضوا كامب كده في الجنينه، وابقى انا قاعد بشوي واعمل لهم سندوتشات برجر، والحياه بتبقى جميله جدا. اما بقى عن الدور الفوقاني، فاحنا عندنا اوضه الاولاد، هي فيها سرير واحد. هم الاولاد بيحبوا يناموا على سرير واحد، قلنا لهم نجيب لهم سريرين، بس هم مبسوطين في سرير واحد بس. وحمام الاولاد مع الاوضه، فيه شاور جميل، وفيه قعده تويلت، وفيه حوض. هم الاولاد اول ما بيصحوا متعودين ان هم يخشوا يغسلوا وشهم واسنانهم ويبتدوا يومهم من الاوضه. ودي اوضتي لازقه في اوضه الاولاد، وبنبقى قاعدين. طبعا في كنبه جنب السرير لو عايز اربط الجزمه او اعمل حاجه قبل ما اقوم. وفي نفس الوقت السرير، وفي بلكونه ظريفه بتقدر تتابع لو انا عايز اتفرج من الشباك بره على الشارع، اشوف الدنيا فيها ايه بره. طبعا المرجحه دي بتبقى ظريفه، بس بتلم تراب كتير، فانا مش عايز ان انا كل شويه اقعد اوضبها. مش دايما بطلع المطبخ. بس في جاكوزي تحفه في الحمام، بيساعد الواحد على الريلاكسيشن بعد يوم الشغل كده، يطلع يقعد في الجاكوزي شويه ينسى الدنيا. انا بقى لما بقعد في الجاكوزي بنسى الدنيا وببقى مش عايز اقوم. بس يا سيدي، دي الشقه بتاعتي او البيت بتاعي. مش هنقدر نقول شقه لان هي بيت، يعني دورين. وفي دراسينج روم جنب الحمام، طبعا كلنا بنقدر نستخدمها.
فايوه، ده كده باختصار البيت بتاعي البسيط. انا كان عاجبني اول ما جيت وهو رايق كده وجميل، فانا محتاج اسمع رأيكم برضو اذا كنت انا اتوفقت في شراء البيت ده ولا لا. تابعونا ودوسوا اعجاب لو عجبكم البيت.